السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. لو انتوا اول مرة تشوفونا بتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ولو انتوا من متابعينا بتمنى تعملوا لايك وتثبتوا نفسكم في تعليق وتقولوا لي بتتابعوني من امتى. النهارده هعمل معاكم خيار مخلل. الخيار المخلل حبيت اعمله لكم عشان خاطر رمضان قرب، وطبعا رمضان بيحب المخلل. وكل سنة وانتوا طيبين مقدما، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير. انا حبيت اقول لكم الطريقه. هو اصلا ما بياخدش تخليل غير اكتر من 3 ايام، وبيتخلل بسهوله جدا وبسرعه، ما بياخدش وقت في تخليله. هبدا معاكم اوريكم الطريقه. انا دلوقتي جبت الخيار وبدات ان انا اقطعه. تقدروا تحطوا الخيار لو هو صغير سليم، او تقطعوه زي ما انتوا شايفين زي ما انا مقطعاه كده، او تقطعوه اللي هو دوريات. التقطيعه اللي انتوا تحبوها تقدروا تقطعوه بيها. هبدا انا اقطع الخيار اللي كان موجود عندي. طبعا في ناس كتير المخلل عندها ادمان وبيحبوه جدا على اي اكل. يعني في وسط اي اكل لازم المخلل يكون موجود. انا بحب الخيار المخلل جدا. اكتر حاجة يعني بحبها في المخلل عموما هو الخيار. ممكن البصل، انا بحب برضو البصل المخلل جدا. لو الفيديو ده جاب باذن الله 1000 مشاهدة اقدر اعمل لكم طريقة البصل المخلل او اي نوع مخلل اللي انتوا هتطلبوه في الكومنتات. حتى لو ما بعرفش اعمله هتعلم واعمله لكم واقول لكم هل الطريقة اللي انا عملتها حلوة ولا وحشة. انا دلوقتي بقطع كل الخيار اللي كان موجود عندي. هو انا بصراحة ما كانش في دماغي اوي ان انا اعمله، بس ابتديت الخيار عندي موجود. وانا يعني ما بعملوش كان هيبوظ، فقلت ان انا استفاد منه واعمله مخلل، على الاقل وقت ما اعوز ان انا حاجة مخللة او بتاع تبقى موجود معايا. هبدأ اجيب اي بطرمان عندي وافضي فيه لتر مية. ولو انتوا بتتفرجوا لحد الان في الفيديو بتمنى تعملوا لايك واشتراك للقناة لو انتوا لسه ما اشتركتوش. ولو انتوا مشتركين بتمنى تعملوا تعليق وتثبتوا وجودكم. انا دلوقتي جبت نص كوباية ملح وبدأت ان انا اقلب كويس جدا لحد ما الملح يدوب في المية. هفضل اقلب لحد ما الملح يبدأ يدوب في المية. بعدها بقى اخد شوية مية في اي حاجة غويطة واحطها واحط بضاية فيها. لو البضاية طلعت لفوق يبقى كده الملح كويس وتفاعل مع المية كويس، فهيطلع لي المخلل بنتيجة حلوة. لو البضاية نزلت لتحت في المية يبقى كده انا يعني هحتاج ان انا ازود ملح تاني. انا لقيت ان اصلا الطبق اللي انا حطيت فيه ما كانش غويط، فجبت زودت شوية ملح وجبت حاجة غويطة وحطيت البضاية. ودلوقتي حطيت معلقة سكر وحطيت ربع كوباية خل، وهبدأ ان انا اقلب كويس جدا. هجيب راس توم واقطعه نص قطعة زي ما انتم شايفين كده. هقسمه نصين وهبدأ ان انا احطه في البطرمان. لو في كيس في يعني تقدروا تخرموه، يعني قماشة تقدروا تخرموها كده تقدروا تحطوه فيها، بس انا للأسف ما كانش عندي. ولو في نعناع ودين نعناع ولا حاجة حطوها برضو مع التوم، هيدي نكهة حلوة في المخلل. ودلوقتي انا بدأت ان انا انزل بالخيار. هو التخليل بتاعه ما بياخدش اكتر من يومين او 3 ايام. انا بالظبط سبته 3 ايام وفتحت عليه. بجد كان الطعم حلو قوي والملح مظبوط، ولا مالح ولا اي حاجه. ان انتوا تعملوا الحاجه في البيت بتكون انضف، ما فيهاش مواد حافظه وما فيهاش اي حاجه مضره، وبتكون احسن. انا هنا كنت خلصت خلاص وقفلت بقى البطرمان. جبت كيس وحطيته على البطرمان وقفلت غطا البطرمان عليه بحيث ان هو يحفظ المخلل وما يدخلوش اي هوا. وكده انا هسيبه 3 ايام. وبعد ما سيبته 3 ايام زي ما انتوا شايفين اهو، انتوا تقدروا تستعملوا نفس المية تاني. يعني تقدروا المخلل ده بعد ما يتخلل تطلعوه وتحطوا برضو خيار تاني مطرحه. هي نفس المية وما تغيرهاش. بجد حلو، ملحه مظبوط. طعمه جميل، اضمن، احسن، وصحيا كمان احسن ليكو. لان بره للاسف كتير بيحطوا الوان صناعية وبيحطوا حاجات صناعية ومواد حافظة وحاجات. فان احنا حاجة نقدر نعملها في البيت ومش هتاخد تكلفة في نفس الوقت مش هتاخد وقت، فبيكون احسن لينا طالما هي حلوة في صحتنا وماديا كمان بتبقى حلوة. ما تنسوش تقولوا لي انتوا محتاجين اعمل لكم ايه تاني. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.